عايز بس اعرف حاجه، يعني احنا كمنتخب مصر زيمبابوي دي مع احترامي لزيمبابوي بس مش اقوى حاجه، فليه انزل قدامها باربعه مدافعين واثنين ميدفيلدر؟ هو انا هحارب داخل لاعب انجلترا؟ فليه النهارده ما كنش يلعب باثنين صناع لعب زي مثلا زيزو وامام عاشور؟ المهم واحد الاثنين من الثلاثه دول، لو بجد لو كان في ملعبنا اثنين صناع لعب وبيخدموا على الثلاثه اللي قدام ايا كان مين هم، ما هو واحد بس انا ما بلعبش يبقى على النهائي. انت ليه بتامن من بدري قوي كده؟ انت ما بتلعبش منتخب قوي عشان تامن قدامه باثنين ميدفيلدر. فاتمنى نلاحظ الحته ديت وكابتن حسام حسن يشتغل على الحته ديت. مش لازم كل المباريات العب باثنين ميدفيلدر، في مباريات بتبقى ضعيفه فنيا، فانا بقى اما اجي اضغط على الفريق اللي قدامي هحبسه في نص ملعبه مش هخليه يعرف يخرج، انما كده مش هينفع. هاجمت اول 8 دقايق وبعد كده ما شفناهوش. فاتمنى ان احنا نلعب باثنين صناع لعب، هتفرق معانا جامد قوي. هيبقى عندنا قوه هجوميه ضربه ملهاش حل، ايا كان بقى زيزو امام عاشور تريزيجيه، الثلاثه بيعرفوا يشوطوا من بره. فايا كان الاثنين انت هتلعب بيهم غير الهجوم الكاسح اللي عندك اللي باذن الله يشتغل كده والدنيا تظبط معاه، هيبقى عندك هجوم كاسح، هجوم هيكتسح افريقيا كلها. فاتمنى ان كابتن حسام حسن يركز في النقطه ديت لان بجد هتفرق معانا جامد. وسلام.